مساء الخير عليكم. تعالوا معانا بقى نعمل ايه. مهلبية بالجيلي، احلى مهلبية. معايا لبن بخيره، جايبة كيلو. ما بحبش استعمل اللبن السايب، بحب اللي هو بخيره ده. جايبة كيلو احط كله. طبعا. ومعانا 2 فانيليا. طبعا لو حابين تحطوا فانيليا مش سايبة عادي، انا جايبة دي عشان ملقتش التانية، دي اللي كانت حاضرة معايا. معايا 4 معالق سكر. براحتكم، عايزاها مسكرة قوي. انا جايبه 4 معالق سكر، عايزينها دلع شويه براحتكم يعني. هنقعد بقى ايه، نولع عليها كده النار. نقعد بقى نقلب جامد، لسه بقى النشا. نشا برضك لو حبيتوا تحطوها بميه بلبن براحتكم، حسب رغبتكم يعني. وطبعا هنخليها خفيفه عشان نحط معاها جيلي بالفراوله. كده بقى حاطين باقي النشا. هنقلب بقى فيها جامد. قلبوا بقى جامد فيها لحد السكر والنشا يدوبوا فيها. لازم تقلبوا النشا جامد عشان ما يكلكعش من السخونيه. بصوا، اقعدوا طول ما انتوا قاعدين كده تقلبوا فيها، وبعدين بقى تسيبوها ايه تتقل مع نفسها كده. هسيبها بقى لحد ما كده تغلي وتتقل. بصوا تقلت ازاي. تقيلة بس ايه في نفس الوقت، ايه تقيلة خفيفة كده، مش تقيلة قوي، ما تقلهاش قوي. ما تكتروش النشا عشان ما تبقاش تخينة قوي تبقى وحشة. اقعدوا تقلبوا كده. بصوا الكوباية دي انا جايباها، بس للأسف المفروض كنت استنى لما المهلبية تبرد، حطيتها وهي سخنة مع البلاستيك ساحت من تحت. هي ما اتخرمتش بس ساحت طبقت. سرعت وايه وصبيتها سخنة. فانتوا تبقوا تستنوا لما المهلبية تبرد خالص وتصبوها في الكوبايات. دي غلطة. جبنا بقى كوكس اللي هو الجيلي، علبتين معانا. انا ما بحبش اجرب الا الفراولة، ما بحبش البرتقال ولا المشمش. بصوا بقى معانا 3 كوبايات او 3 ونص كده مية مغلية. لازم تكون مية مغلية كده عشان ايه. وهنحط بقى ايه مية ساقعة عليها، 3 ونص. تعالوا معانا بقى نحط ايه كوبايتين بقى مية متلجة. مية من الفريزر بتلج، نفس الكوباية. طبعا انا مش مولعة عليها نار ولا اي حاجة. كوبايتين. كده بقى نفضي الجيلي
ونفضي الباكو التاني اهوت. وبرضك ممكن بقى انا حطيت لها معلقه سكر عشان ميبقاش مزز وحادق. حابين حابين، مش حابين خلاص. وقلبوها جامد عشان برضك الجيلي ما يكلكعش ويلزق في الحله. تنكوا تقلبوا جامد لحد ما ايه، يبقى خفيف كده. فحطوا لها بقى معلقه سكر برغبتكم بقى ايه، عشان المهلبيه برضك مسكره، فاحنا مش عايزين ايه انها تكون مسكره قوي. معلقه يعني ايه، انا حطيت معلقه صغيره، هي كانت يعني ايه، يعني في المعقول، مش مسكره قوي ولا دلع قوي، بصوا حبه صغيره. اقعدوا بقى قلبوا قلبوا كده لحد ما ايه، قعر الحله ده ايه، مبقاش فيه اي حاجه، اي كتولات ولا اي حاجه. بس خدوا بالكم يا جماعه، ما تصبوش اي حاجه سخنه في الكوبايات البلاستيك دي، عشان دي طلعت غلطه مني وايه وساحت من طبقت من تحت من السخونيه. بس بصوا بقى، احنا صبينا المهلبيه وبردت يعني ايه، حطينا بقى عليها الجيلي كده من فوق. طبعا الكوبايه انا عاملاها مهلبيه نصها، دي كوبايه كبيره. تسيبوا النص التاني عشان تحطوا الجيلي يبقى ايه، ما تبقاش مليانه قوي. طبعا انا بنتي خبطتني في ايديا وانا بصب وهي بتصور، فبهدلت الصينيه خالص. بصوا خبطتني في ايديا، وقعت ايديا كبشة البتاع بايه في قلب الصينيه. بصوا بقى جامد ازاي من الفريزر. دي كانت فض جيلي زياده، عملتها ساده. بصوا بقى اتطبقت من تحت ازاي، بس حكايه، كانت حكايه والله، طعمها جميل. حطيتها في الفريزر 5 دقايق وطلعتها تحت في التلاجة. بصوا اوريكم المهلبيه واوريكم الجيلي. والله كان جميل وطعمه حكايه. بس بقى وتغطيهم بقى اليوم غطيان هم. ويا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعنا. احلى مسا.